قبل ما نبداو هذا الفيديو هذا ندعيو مع كل من هو مسجون، حيت كما يقال ما يعرف غربة الحبس غير اللي فيها. فما ادراك الا كنتك تعيش النعيم وغادي لتماك. مشكل بسيط كتأزمنا، فكروا ولو للحظة انك تكون بلاصتو. كاين شي ناس كيتشفاو الله يهديهم، ولا تشفى يتبلا. هي اللي دار الذنب يستاهل العقوبة باش يبقى عبرة للآخرين، ولكن ما نتشفاوش. هذه كانت بداية وتقديم لهذا الفيديو هذا، ونمشوا مباشرة للتفاصيل ديال هذا الفيديو. الفيديو اللي فات كتضربت المثال ديال ملي كطيح البقره كي كتروج الجناوه، وهادشي اللي شفنا كلشي بدا كيمضي في السكاكين الحاده ديالو وينحر. هاد القريد هذا قال لك الوداد خاص يحيدوا ليه الالقاب ديالها كامله، وخاصهم ينزلوها للقسم الثاني كيما طرا اليوفنتوس في 2006 وكيما طرا الميلان. باي ذا واي اللي ما عرفش القصه ديال اليوفنتوس فكانوا حيدوا لها 30 نقطه حيت عندها شي تخلويط ديال الحكام وهبطوها للقسم الثاني. اوكي ماشي مشكل، الوداد دائما كيديكلاري بالميزانيه الماليه ديالو، ها اللي دخلنا وها اللي خرجنا. هذا بلان سديناه عليك، ولكن علاش يعطيو 4 الألقاب الرجاء؟ واش يعطيو 4 الألقاب الرجاء ويعطيو 4 الألقاب الحسنية أكادير و4 الألقاب اليوسفية برشيد، ولا كيفاش؟ بأش من منطق بغيتي 4 الألقاب؟ واش ولفتي تاخذ شي حاجة ماشي ديالك؟ اوكي ندوزو للثاني. الجيران لقاوها من الجنة والناس وبداو هما كينحروا في الكرة المغربية عموما. غير باش تعرفوا راه الامر كينطلق من الخاص للعام. الا كانوا بعض الصفحات المغربية كينحروا في الوداد، فالصفحات الخارجية غينحروا الكرة المغربية كاملة. وانت كتشوف الجريدة ديال النهار اش قال لك؟ كيحاولوا يبرروا الفشل ديالهم في واحد المشكل وقع. واخا ها هو رئيس النادي دخل الحبس، ومن بعد واش هو اول رئيس في تاريخ الكرة غادي يدخل الحبس؟ رئيس البارسا كان دخل الحبس، رئيس اولمبيك اسفي داخل الحبس، ورئيس اخر ما عقلتش على الفرقه اللي كان دخل داك الساعه في 2011 واقيل من الدوري الاسباني تو دخل الحبس. هو امر عادي جدا، وريوس كبار في جميع الدول في العالم كيدخلوا للحبس ببعض المشاكل الشخصيه اللي كيديروها هما. اليوم الى سعيد الناصري داخل الحبس بواحد تهم، فهي تهم موجهه لشخص سعيد الناصري، ماشي موجهه للكره المغربيه وماشي موجهه للوداد. بليز خدموا داك العقل واحد شويه. لا فغيمون كانوا ماضيين الجناوه، كانوا غير كيتسناو البقره طيح. واخونا قال لك خاص يطرى الوداد كما طرى اليوفنتوس، شتيه؟ لا فغيمون قلبكم طيب من جهه الوداد. وفلان كنقول لك المشكل راه ماشي ديال الفرقه، المشكل ديال الشخص. وراه ماشي عنده غير منصب رئيس الوداد، راه عنده مناصب كثيره، ومنها كان رئيس العصبه الاحترافيه ديال كره القدم اصلا، وكاين كذلك في شي حزب ومقلد منصب كبير في كازا. اما المشكل ديال يوفنتوس فراه كانت يوفنتوس اللي دايره المشكل. خونا كيقول لك الفراقي كيلقاو المشاكل في الدوري المغربي والوداد فرحانه. حتى فين راه كيتسالوها الملاير في الفيفا؟ راه دابا الوداد ممنوعه من الانتقالات اللي ما سواتش دوك المشاكل. واش الناصري غيعقل عليها دابا؟ واش غادي يمشي يخلص على دوك المشاكل؟ راه اي رئيس اللي كان في شي فرقه وعطى شي فلوس من جيبو راه كيبقى يتسالها للفرقه حتى كتردها لها من بعد، كما كانوا داروا دوك الرؤساء اللي كانوا في الرجاء شحال هادي وبقاو كيتسالوا 21 مليار. واش نسيتوهم في 2017؟ زيد سيدي من التالي. شو خونا قال لك الوداد اوسخ فريق في افريقيا. واش من نيتك الصاد؟ واش نسيتي 2019؟ واش كنتم مغمضين عينيكم على الفار داك الساعه والفضيحه اللي وقعات، ولا كيفاش؟ ودابا واحد البلان، راه الدوله والفرقه اللي كتلقاهم اللي دار شي مشكل كيتحاسب، هذيك الدوله ما فيهاش الفساد. الفساد كاين في الدوله اللي كيوقع فيها ومواليها ما تيدخلوش للحبس. ها هو دابا شتو رئيس كبير ديال بزاف د المناصب هو داخل الحبس بتهمه. يلا نمشيو للتالي. كاين كذلك اللي نسى الكونتنت ديال الصفحه ديالو ورد من هذا المشكل هذا كونتنت القناه ديالو، بحال هذا خونا هذا الاولى كينشر غير علينا، نسى الرجاء ونسى المشاكل ديالها. التسير نشر على فرقتك اصاحبي، والله يهديك والله يهديك اصاحبي. ولا غير مره نشر شي مشكل كاينه في الفرقه ديالكم. خلينا صاحبي يعطينا اتساع. واش عمرنا هضرنا على فرقتك؟ ولا بلاتي اجي نهضروا على فرقتك نيت؟ راه غير بالعقل كنقول لكم. ها نتوما ها شتي، انا ما غنقول والو. هاد الصوره هادي مسكرينيها من الصفحه الرسميه ديال شوف تي في، وممكن دابا تدخل تلقى هاد الصوره باقه نشرات قبل من تسكرينيها ب 15 ساعه. الصفحه الرسميه كنقول اللي فيها 8 مليون ديال الاعجابات. وراه اللي تشفى يتبلا، وملي كتوقع المشكل لشخص واحد راه ما كنسبوهاش في الفرقه كامله. علاش ملي كانت تجبد ديك المشكل ديال اللي تيكي ما نضناش قلنا لا الرجاء ولا لا اولمبيك اسفي، حيت مشكل ديال شخص واحد الله يسهل عليه يحل مشاكله مع راسو. ولكن ملي كنبداو نحروا في الفرقه كامله فراه غادي يجيو اعين متربصه من برا تنحرنا كاملين وتتوما معانا. فكروا سيلفو بلي في الحاجه قبل تقولوها. غير قبل ما ننهي هذا الفيديو هذا، فرسميا الرجاء كيضمن المشاركه في كاس العالم للانديه في الولايات المتحده الامريكيه عبر تلفاز.